صديقي وكالعادة كده قبل ما ابدأ معاك في اي حاجة قول لا اله الا الله وصلي على النبي عشان ناخد كلنا الاجر والثواب. حط لايك جميل للفيديو ده عشان يوصل لاعلى عدد من الناس، وعشان في مواضيع مهمة جدا هنتكلم فيها. اشترك في القناة لو مش مشترك عشان نوصل 30,000 اخ واخت في اقرب فرصة، واوعدك ان شاء الله ان انت هتشوف محتوى كويس ومحتوى متعوب عليه. النهارده ان شاء الله عندنا شوية مواضيع مهمة جدا جدا. رئيس الاهلي التنفيذي الجديد رون غورلي، هنتكلم على الراجل ده يا جماعة، صانع الامجاد او الانجازات هنتكلم عليه. ورحيل رومارينيو رسميا بعد غروره، واتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، وهكلمكم بقى على موضوع رومارينيو. وكارثه جديده بتيجي على الاهلي قبل مباراه الرجاء النهارده، وهي ضرب كيسيه والمنتخب الايفواري. هنتكلم في الموضوع ده وايه تطورات اصابه كيسيه والحاجات دي كلها، فتابع معايا للنهايه وصلي على النبي وبسم الله ولا نبدا. شكرا جدا للناس العسل اللي علقت الفيديو اللي فات وتوقعت اللعب بشكل صحيح، شكرا جدا ليكم. واللي حابب اسمك يظهر الحلقه الجايه ان شاء الله، فتوقع في الكومنتات دلوقتي اللاعب اللي قدامك ده هو مين. مبدئيا كده هبدا معاكم بموضوع الرئيس التنفيذي الجديد رون غورلي. والحمد لله يا جماعه كنت من اوائل الناس اللي نزلت على الموضوع، وزي ما انتم شايفين كده كنت منزل على الموضوع ده من حوالي 4 اسابيع ويمكن اكتر، عشان بس المصداقيه في القناه. النادي الاهلي امبارح اعلن الحمد لله رسميا تعيين الرئيس التنفيذي الجديد رون غورلي جوه النادي الاهلي. والراجل ده يا جماعه ليه صولات وانجازات في اوروبا، ولكن اهم ما يميزه ان هو شخصيه قويه جدا يا جماعه، ما بيخليش حد يخش في شغله. يعني انا هعمل كذا ما حدش ليه دعوه بمعنى الكلام. مميز جدا في التعاقدات وفي السوق، وليه مميزات كتير جدا ان هو بيعرف يقنع المدربين. ومن اهم المدربين اللي هو بيحب يتعامل معاهم جوزيه مورينيو، وليه السبب الكبير جدا لعوده جوزيه مورينيو لتشيلسي في الفتره بتاعه 2013 لو تفتكروا. طب كل ده جميل، مين الراجل ده بقى؟ سريعا تعالوا اعرفكم كده نبذه بسيطه عنه كده في سطور. عايز اقول لكم ان هو اخر حاجه مسكها كان الرئيس التنفيذي لنادي وست بروميش البيون، قعد فيه سنه من 2022 ل 2023. في 2017 و2018 كان الرئيس التنفيذي لنادي اسمه ريدينج، وبعد كده كان المدير التجاري في تشيلسي من 2004 ل 2007. بعد كده اترقى بقى رئيس العمليات التشغيليه من 2007 ل 2009، وبعد كده بقى الرئيس التنفيذي الرسمي من 2009 ل 2014 في مده من الانجازات دامت حوالي 5 سنين. ده غير كمان ان هو اخذ مناصب اداريه جوه شركه عالميه اسمها اوميرو، وكان برضو جوه مناصب تنفيذيه اداريه جوه نادي مانشستر يونايتد. فهو حرفيا اغلب خبرته خدها من انجلترا، من الدوري الاقوى في العالم، من الانديه الاقوى في العالم. فدي حاجه مميزه جدا. اهم الانجازات اللي حصل عليها الدوري الانجليزي، الدوري الاوروبي، دوري ابطال اوروبا، كاس الاتحاد الانجليزي مرتين، والدرع الخيريه. فراجل مخضرم جدا يا جماعه، والسي في بتاعه محترم جدا جدا. والاهلي فعليا كان بيفتقد واحد زي ده، واحد ما حدش يتدخل في شغله، واحد صارم، واحد يعرف يخلص لك صفقات كبيره، واحد يعرف يتعامل مع مدربين كبار يجيبهم الاهلي او الدوري السعودي عامه. فبصراحه صفقه من كل الاتجاهات الاهلي هو الربحان الاول فيها في مشروع التطور بقى اللي جاي. المدير التنفيذي ده زائد المدرب ماتياس زائد رئيس مجلس الاداره خالد العيسى زائد الصندوق، اعتقد ان الاهلي في الصيفيه اللي جايه هيعملوا شغل حلو جدا، فكل التوفيق ليهم ان شاء الله. تعالوا بقى نتكلم في الموضوع اللي بعد كده معانا يا جماعه، وبيخص اللاعب البرازيلي رومارينيو هداف الاتحاد التاريخي. وكنت كلمتكم من كام يوم يا جماعه ان غروهي هيمشي بشكل رسمي للشباب. الموضوع خلصت وغروهي خلاص بنسبه 100% خارج اسوار الاتحاد، والحارس الاساسي بتاعك هو عبد الله المعيوف. ولكن الصحف بقى المحليه والعالميه كمان زي ما انتم شايفين كده، الصحفي رودي جاليتي اللي اتكلم على الموضوع وقال ان اداره نادي الاتحاد بتتناقش حاليا وعامله اجتماعات مع رومارينيو في امكانيه يعني ان هم يفسخوا عقد اللاعب في الفتره دي، او يسوقوا عقده، او ان هو هيمشي والحاجات دي كلها. بصراحه يعني رومارينيو من اهم اللاعبين اللي الواحد حبها في الاتحاد، ومن اكتر اللاعبين يعني زي ما بتقولوا كده ملهاش ضوء كبير، ولكن اللي بيعمله في الملعب كفايه. بقول لك ان هو الهداف التاريخي جوه نادي الاتحاد. موضوع رحيله من عدمه ده طبعا هيبقى بايد المدرب جالاردو، ولكن انت كمشجع اتحادي هل شايف ان رومارينيو يعني في الفتره الحاليه هيعمل الشيء الكبير، ولا انت شايف مثلا ان المفروض يمشي هو عبد الرزاق حمد الله؟ شايف مثلا انه المفروض يكون كورنادو؟ شايف مثلا يبقى المدافع فيليبي حجازي؟ ممكن برضو تقول لي رايك في الموضوع. ولكن انا كان شخصيا مش حابب ان رومارينيو يمشي دلوقتي، او مش حابب رومارينيو هو يمشي في الشكل ده. يمشي لما عقده يخلص، يمشي بتكريم زي موضوع كريم الاحمدي والحاجات دي كلها. يعني كريم الاحمدي برضو مشي في وقت الواحد ما كانش حاسس ان هو ممكن يمشي فيه بسبب الاصابه والحاجات دي كلها، انما رومارينيو دلوقتي هو مش مصاب، فليه تضطر انت تمشيه؟ خليه ولما ينتهي عقده تبتدي تعمل له تكريم ويمشي
وتبتدي تجيب لاعب مكانه، انما اللي انت تمشيه دلوقتي في الفتره الشتويه انا مش بصراحه مش مع الموضوع ده خالص. بالنسبه برضو للموضوع التاني بتاع انخيل كوريا، فابريزو رومانو قال ان اللاعب بيقرب جدا من الاتحاد. هل هيكون هو بديل رومارينيو في الاتحاد؟ ما اظنش، لان رومارينيو حرفيا عنده لياقه احسن منه. يعني انخيل كوريا عامل 2 عمليه في القلب ولاعب لياقته قليله جدا. رومارينيو بسم الله ما شاء الله يقدر يلعب لك 90 دقيقه 120 دقيقه مرتاح. فمش عارف الامور ممكن تمشي ازاي، ولكن انا بقول لك اللي بيحصل في الساحه دلوقتي، وطبعا في الاول والاخر قول لي رايك. تعالوا بقى في الموضوع الاخير معانا النهارده يا جماعه، وبرده حابب اوضح نقطه كده قبل ما نتكلم على كيسيه. في ناس شفتها بتتكلم ان كيسيه جاي الاهلي وان كيسيه هيلعب في بطوله دبي وان خلاص كوت ديفوار خرجت من البطوله. الكلام ده مش صح يا جماعه، لان كوت ديفوار يا جماعه في المركز الثالث دلوقتي في مجموعتها، ولكن عندها 3 نقط، والمفروض في 4 احسن توالت هيتاهلوا. يعني زي ما انت شايف في الصوره كده، عندك كوت ديفوار، ناميبيا، الجزائر، زامبيا وغانا والكاميرون. ال4 فرق من اول الجزائر لسه ما لعبوش، ولكن لسه كوت ديفوار عندها فرصه انها تتاهل، فمش بنسبه 100% خلاص انها خرجت او الحاجات دي كلها. فده مبدئيا. موضوع كيسيه بقى يا جماعه كان في امبارح بعد المباراه وبعد الخساره قدام غينيا الاستوائيه، في مجموعات كده من كوت ديفوار طلعت وهاجمت الحافله او الاتوبيس بتاع المنتخب الايفواري بالحجاره بقى والحديد والعصيان والكلام ده كله. ويقال يا جماعه ان فرانك كيسيه اتصاب في الموضوع ده. الموضوع مش رسمي لسه، فرانك كيسيه ما ظهرلوش اي صور او حاجه زي كده، ولكن زي ما انتم شايفين كده الاتوبيس حرفيا متدمر. وفي ناس بتقول ان فرانك كيسيه اتصاب في جبهته، وناس بتقول لك اتصاب في الركبه. كلام كتير خارج في الساحه مش متاكد منه، ولكن هو فعليا في مهاجمه حصلت لاتوبيس المنتخب الايفواري، وما كانش فيه على فكره كيسيه بس، ده كان فيه كيسيه وفوفانا وكونان واللعيبه اللي بتلعب كلها في الدوري السعودي دي. فبصراحه ربنا يستر، وممكن تبقى اصابه لا قدر الله تغيبه ولا حاجه زي كده، ولكن يعني اعتقد ان كان في امن نوعا ما كافي ان هو يكون موجود عشان ما يبقاش فيه اصابات كبيره والحاجات دي كلها. فبتحصل دايما في كاس الافريقيه الحاجات دي، يعني قله يعني ايه الامان هناك والحاجات دي كلها، ولكن قوات الامن بتحاول انها تغطي المواضيع دي. فهل بقى فرانك كيسيه اتصاب ولا لا؟ لسه هنعرف بقى خلال الاخبار او خلال الساعات اللي جايه، ولكن الموضوع ده يمكن كتير منكم ما شافوش. وبرده حبيت برده اتكلم على موضوع المنتخب الايفواري والناس اللي عماله تقول ده خرج وكيسيه جاي ومش جاي. لا، الكلام ده مش صحيح، وكيسيه مش جاي، والمنتخب الايفواري لسه لحد دلوقتي ما خرجش. وحتى لو كيسيه هيجي بعد بطوله دبي، مش هيقدر ان هو يشارك فيها. كل التوفيق ان شاء الله لرياض محرز بقى، ويقدر يكمل المسيره حتى لو كيسيه خرج. ده اللي كنت عايز اقوله النهارده. فقول لي رايك في الموضوع، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وصلي على النبي. قول لي رايك، ولو انت عندك حاجه سلبيه انت شايفها قول لي عشان احسن من نفسي. عندك حاجه ايجابيه قول لي عشان اطورها. وان شاء الله حاول تتوقع بقى اللاعب اللي في اول الفيديو عشان انزل اسمك معايا الحلقه الجايه. قول لي رايك في كل الحلقه، واشوفك في فيديو جديد، وسلام.